معظمنا بيصحى الصبح بينزل رايح الشغل وبعدين يقعد على مكتب في شغله. الأيام بتمشي وهو حاسس بالتعب والإرهاق والروتين ماشي معاه وزي ما هو دايما. أحمد فكري غير حياته، يعمل دخل إضافي جنب شغله عشان يزود وضعه المالي ويقدر يتحكم في وقته أكتر. بدأ يفكر من غير ما يأثر على شغله الأساسي عشان يحقق راحته ودخله المالي. القصة بدأت لما سأل نفسه: ليه في ناس بتوصل للحرية المالية بسرعة وإحنا لسه بنلف في نفس الدايرة؟ أحمد كان عايش اليوم بيومه، يعني فلوسه بتخلص قبل ما الشهر يخلص وبيصرف كل اللي معاه على الحاجات اليومية من غير ما يفكر في المستقبل أو يحط هدف ليه. أحمد قرر يطلع من الممر البطيء، بدأ يفكر في شغل في الحاجات اللي بيحبها، يستغل مهاراته في التسويق الإلكتروني، التدريبات أونلاين، أو يبيع منتجات على النت. كده يقدر يعمل دخل تاني جنب شغله. أحمد قعد يفكر وقال لنفسه: بس في طريق تالت اسمه الممر السريع، اللي فيه انت بتبني أنظمة وأصول بتشتغل ليك حتى وانت نايم، زي أصحاب الشركات الكبيرة اللي بتشتغل لوحدها والفلوس بتزيد مع الوقت بالاستثمار. أحمد قرر يبدأ مشروع بسيط يجيب له دخل ثابت من غير تعب كتير. اختار إنه يعمل موقع إلكتروني يبيع فيه منتجات متنوعة أو يبيع تصميمات على التيشيرتات، وكمان يشتغل في التسويق بالعمولة. بعد ما أحمد نفذ الخطوات دي حياته اتغيرت تماما. بدأ يبني مشروع يعتمد على أصول تشتغل معاه حتى وهو نايم، وأصبح دخله ثابت ومستمر. ما بقاش مربوط بزمن أو مكان، وفهم إن الحرية المالية مش بس فلوس، دي قدرة على إدارة حياته وشغله صح. شغله اتطور وأصبح بيحقق دخل سلبي بيخليه يعيش مرتاح ويخطط لمستقبل أفضل. ما تستناش الفرصة تيجي، ابدأ دلوقتي مهما كانت صغيرة. خد الوقت في التخطيط وتنظيم شغلك اللي مخطط له نجاحك. خلي دخلك مش على شغل واحد بس، وزع مصادر دخلك عشان تحمي نفسك. خليك دايما متابع للتغيرات وحاول تطور من نفسك وشغلك باستمرار. وافتكر دايما ان النجاح مش صدفة، ده نتيجة افعالك وعاداتك اليومية. خليك واثق انك هتوصل لما تصبر وتنجح في تحقيق حلمك.